ريزيدنت ايفل، اللعبه اللي كل النسوان فيها كانت بتحبني وبحبها. يا بنت المجنون خلاص انا غلطان ان انا عملت اللعبه. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. ده دين امي. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. ابتديت مع ريزيدنت ايفل 2 اللي كانت ارعب جزء في السلسله بالنسبه لي، وده بسبب مستر اكس. ايه مالك اتخضيت ولا ايه؟ تعالى يا ابن المره مستر اكس. عملت حاجه لحد اخر لحظه في اللعبه. بقى لا بقى بامانه عرفت يا مستر اكس ان انت بتحبني، واقسم بالله عرفت ان انت بتحبني خلاص. شكرا مستر اكس. بس بعيدا عن العذاب اللي عذبه لي مستر اكس ده، كان في جوانب كتير احسن في اللعبه، زي القصه والجيم بلاي الممتع بس زي ما كان في جوانب كويسه في اللعبه، في حاجات كانت هتخلينا امسحها، زي اللغز المستفز ده. بجد يا اسطى مش قادر تمد رجلك وتعدي الحته دي شرط يا استاذ. ولا السمبانه اللي كانت بتحصل من الحاج ليون في اللعبه، ولا حاج ايه؟ مش حاج انت عارف. ليون اللي كان لسه شايف ايه ده، ما كملش ساعه لعبه حتى. اول ما كانت هتتضرب قام جرى بسرعه عشان ياخد هو الطلقه مكانها. يخرب بيت ميتين امك. هنلعب بايه ده؟ علشان ياخد خازوق مغري في الاخر ويعرف ان هي ما كانتش عاملها في الاف باي ولا حاجه. بعدها ايه ده كانت رايحه تقع، قام جرى بسرعه عشان يلحقها تاني. ما انت دماغك وروحك مش فيه. وايه ده بتقع وبنخش على فايت من احسن الفايتات بالنسبه لي، مستر اكس. تعال عند داد اللي يحبك ويهتم فيكي، تعال عند داد اللي يربيكي ويهتم. واللي الفايت بتاعه كان ملحبي جدا بصراحه. فضلت معاه بتاع ربع ساعه كده لحد ما ظهرت ايه ده تاني، وهنا انا فقدت النطق الوهله اللي هو ازاي بعد الوقعه دي ولسه عايشه حضرتك. انتوا مجانين. وهنا انا فرحت بصراحه، ممكن عشان الجيم بلاي الممتع بتاعها او الذكريات الجميله اللي عملناها سوا، مش عارف. المهم فبنضربه بالبازوكا ونخلص اللعبه عشان اخش على اكتر جزء مقرف في السلسله كلها، ريزيدنت ايفل 7. ابدا اللعبه وانا رايح ادور على مراتي، واللي بلاقيها الحمد لله، واللي يا ريتني ما لقيتها. اسمع يا ابني يا بنت يا نهار اسود يا نهار اسود. صلي على النبي صلي على النبي يا لهوي. واحد يا لهوي صلي على النبي. اقسم بالله صلي وربنا ما يسيبك وربنا ما يسيبك. اجري يا ابني. ايدك كوليه ايدك كوليه. من كتر ما وحشتها قالت تعمل لي مفاجاه. ايدي يا صلي على النبي. ده دين امي. ايدي يا بنت الكلب. ايدي اخد ايدي. وبعد ما خلصت قالت تعزمني في بيت ابوها بقى، واللي لما حس بس ان لسه ما شبعتش قمطها ايد ابنه عشان اكلها. ده انت جدع قوي. بعدها قامت مراته سبله الدين عشان ما خدش الايد التانيه. يا ابن احترمي نفسك يا ولية. انت بتضحك على ايه يا ابن المرة؟ بعدها حماية قال يجي يعلمني السواقه بمناسبه العربيه الجديده بتاعتي. انت غبي ابن متنام. واثناء هو بيعلمني اخبط في حته حديده ويموت حماية للاسف. بعدها يجي دور مراته واللي كنت بحبها جدا بسبب كرم الضيافه اللي عملتهولي. بس اكتشفت انها ملبوسه وبتطلع من اماكن غريبه بصراحه، يعني مثلا والفايت بتاعها كان عباره عن مبيد حشري وشويه نار. لحد ما خلصت عليها كنت زعلان من نفسي جدا بصراحه. بعدها دخلت على رامز جلال ده واللي كان مقضيها مقالب للصبح، مش فاهم ماله فيه. بعد ما حليت كل الالغاز الوسخه بتاعته دي، اتصدم ان الفاينل بوس في اللعبه دي هي الست البركه دي. يا لهوي اتلموا علينا. بعد الفايت العظيم ده خلص عليها وبقى مصدوم فيها فشخ بصراحه. كده انا اصلك وسخ. بيهرب الخ ده واللي لو شفته في حته اقسم بالله ابن ده لو. وبعدها خلونا نختار بين اتنين، زوي اللي ساعدتنا طول اللعبه ومية مراتي اللي جايه عشانها اصلا. وهنا انا اخترت مراتي بصراحه، اصل مش هضيع 10 ساعات لعب عشان في الاخر ما انقذهاش يعني. ولعوا بعدها بعرف انها هتموت في اول الجزء الثامن. تضحكوا عليا انا ينعل اللي جايبكم. نخش بقى على اكتر جزء اكشن بطريقه مبالغ فيها في السلسله، ريزيدنت ايفل 4 ريميك، واللي اتحول في ليون من ليون سيمب كينيدي لليون سيجما كينيدي، واللي بقى يعمل باك فليب وباري وبقى جامد قوي بصراحه يعني. واللي مازال بيسيمب على ايه ده برضه بس نعداله. المهم بيتطلب منه انه يروح ينقذ بنت شعرها اصفر وعينها خضراء وبتفضل تقول ليون ليون ليون. ترحم دين امي. اول ما بدات في اللعبه كان في اكتر من 200 زومبي بيجروا ورايا، في اولاد المجنونه وانا حرامي. بعد شويه سياح الجرس رن وجت سليمه الحمد لله عشان اكمل في اللعبه لحد ما اقابل الخنزير الاسباني ده لان اول ما اتحرر من الفخ اللي كنا فيه قام خالع وسابني محبوس زي الكلب كده. واثناء وانا بحاول اعرف مكان اشلي وبدور عليها، اذ فجاه يطلع لي الكائن ده. يا نهار اسود ثعلب. لو والنبي انا اسف.
وفايت معاه بعدها فايت اقل ما يقال عنه ان هو اسطوري، وهزمه واكمل في اللعبه وانا مستمتع فشخ بصراحه، لحد ما جت اشلي بوظت اللعبه، وده بسبب انك وانت بتفايت بيجي زومبي بدين ياخدها كانها شكاره رز ويمشي، وبص ورا التاني لحد ما اتحبست انا والاسباني ده في القطر، وفي طوره تانيه عليها زومبي حالفين ما يسيبونا في حالنا، لحد ما خلصنا عليهم ولسه بنقف في القطر مش عارف اوقف الموتوسيكل يا لهوي. بعد ما نزلنا قابل ليون القائد بتاعه اللي دربه في الجيش، وفايت معاه راجل لراجل، فايت ابسولوت سينما بجد. بعد ما خلصت عليه يموت الاسباني وازعل عليه جدا علشان رغم الخنزره اللي عملها ديت الا وانه ساعدني في فايتات كتير قوي بصراحه. بعدها اوصل للفاينل بوس واللي فضلت معاه كتير فشخ لحد ما جت ايه زي الجزء الثاني، نديله بالبازوكا ونخلص عليه وننقذ البت اشلي واخش على اكبر خازوق خدته في حياتي، وبقول خازوق بسبب ان ريزيدنت ايفل ريكويم هي اللعبه الوحيده اللي اشتريتها في حياتي، وقلت انها حمايه دينوفو وبتاع، وسبحان الله لاول مره تتكسر حمايه دينوفو. يا اخي احرق يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. ببدا اللعبه بشخصيه اسمها جريس واللي بتكون عامله في الاف بي اي، واللي المدير الاقرع بتاعها ده بيكلفها بمهمه وهي انها تروح تحقق في الفندق اللي امها ماتت فيه، واللي يا ريتها ما راحت عشان بتقابل المتحرش الوسخ ده واللي بيكون اسمه فيكتور، وهو الشرير الاساسي في الجزء ده، وبيخطفها. وفي الوقت ده بيجي ليون كينيدي واللي بقى سيجما واورا وفخامه اكتر من الاول بصراحه. فيكتور اول ما بيلمح ليون بيدي الناس اللي في الشارع التي فيروس عشان يهجموا عليه ويهرب هو بجريس، وبينجح الوسخ. بنعرف بعدها ان ليون مصاب بالفيروس، وبنرجع لجريس اللي بتكون مربطه وبتفك نفسها وتكمل في طريقها لحد ما تقابل انعام سلوسه دي. اسمع يا ابن المتنان. وبنعرف انها ما بتحبش النور خالص، فبنتسلل وراها عشان نهرب من المكان تعالى تعالى ده انا عايز فيك حد دلوقتي. تعالى يا عمود يا فقر. يا ابن المرض انت مين يا ابن المرض يا ابن الأع. كده خلاص كده جبت اخر. يجي الفحل ليون ويفضل رصاص الراكور في دماغها، بعدها يجي فيكتور عشان يفرقنا، عشان يقعد مع ليون قعدة هرب عشان يحلوا المشاكل اللي بينهم. ده انت تمسك الشيشه بقى. ويطلع يجري الجبان. بكمل في اللعبه بلاحظ ان كابكوم اهتمت باللاعبين بتوعها جدا. عندك جانب الرعب اللي كان في ريزيدنت ايفل 7 واللي بيكون موجود وانت بتلعب بجريس، وجانب الاكشن اللي كان موجود في ريزيدنت ايفل 4 وبتلاقيه وانت بتلعب بليون. المهم بكمل في اللعبه وانا بمارس العربجه على الزومبي الغلابه لحد ما قابلت مستر اكس تاني. لا مؤاخذة في اللفظ. وفايت معاه على اكتر اغنيه لايقه على الفايت بصراحه. وخلص عليه وكمل لحد ما اوصل للبوس اللي نافسني في الكاريزما والفخامه، هانك، اكتر بوس فخامه وكاريزما فايته في حياتي، واللي فايت معاه راجل فايت من احسن الفايتات في السلسله بصراحه، لحد ما خلصت عليه والمرض بدا يسيطر على ليون، وكمل لحد ما نوصل لشبيه ويسكر ده واللي مش بقدر اعمل له حاجه بسبب المرض، لحد ما بنعرف ان الالبس اللي هو عايزه ده اصلا علاج للتي فيروس، فبقرر ان اكتب الباسورد وبياخد شبيه ويسكر المصل واللي بيضعف قوته، ويجي فيكتور ويقطع دماغه، واخد المصل وامسك فيكتور ضرب وشتيمه لحد ما خلصت عليه. This time, you ain't getting back up. وخلص اللعبه وانا مبسوط فشخ بصراحه لانه جزء رجعني لذكريات الجزء الثاني. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك واكتب لي كومنت تشجعني فيه، والسلام عليكم.